بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وأصحابه وسلم. النهارده زي ما وعدنا طلابنا بإذن الله ننزل لهم المراجعات ونعمل لهم امتحانات كلها. طبعا في اختبارات نزلناها قبل كده في البلاي ليست عندك في القائمة، هتلاقي كل المحافظات اللي قبل كده نزلت معانا. النهارده إن شاء الله محافظة الشرقية رقم 5. بتتكلم على إيه؟ قالك في أول سؤال فيها بيتكلم على، قالك الزاوية التي قياسها 11 على 3 باي تقع في الربع الكام. طبعا هو عاوز يعرف الربع الكام، ربع الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع، بس أنا ما ينفعش أتعامل معاها كده، لازم أحولها من قياس دائري لقياس ستيني. فهي 11 باي على 3، فمن دائري لستيني فبضرب في كام؟ في 180 على الله. ممكن واحد يقول يا أستاذ ما نشيل الباي مع الباي وخلاص ونحط مكان الباي 180، مفيش مشكلة والله الاتنين صح، بس أنا عاوزك تبقى فاهم بس. يبقى المهم تطلع في الآخر ب 660. طبعا 660 دي نطرح منها 360 تطلع معاك ب 300. ال 300 دي في الربع الكام؟ في الربع الرابع، لأن الربع الرابع من 300 من 270 ل 360. السؤال اللي بعده طبعا ده تشابه، خلي بالك من التشابه سهل ومهم. طبعا عندك زاوية ايه، حط علامة التشابه في النص، وده المثلث الصغير وده المثلث الايه الكبير. شاطر. المثلث الصغير عندك الألف ده مشترك، حلو، وعندك الدال هيها الجيم. الدال والجيم عليهم نفس العلامة، إذا الهي بتساوي الب. وركب المثلثين فوق بعض، يلا ألف دال على ألف جيم بيساوي دال هي على جيم ب بيساوي ألف هي على ألف ب. عوض يلا. ألف دال بأربعة على ألف جيم، ألف جيم كل دي 5 و3 8 بيساوي د ه ما نعرفهاش، والجيم ب برضه ما نعرفهاش فأكيد مش هنستخدمها. ألف ه ب5 على الألف ب، سيبها زي ما هي ألف ب، يبقى الألف ب بتساوي 5 في 8 على 4. 5 في 8 ب40، 40 على 4 فعلى 10. يبقى الألف ب دي كلها ب10 سنتي. هو عاوز الدال ب الصغيرة دي، فأطرح ال10 أطرح منها 4 يتبقى 6، يبقى الدال ب ب6 سنتي. السؤال رقم 3، إذا كان س بتساوي 2 أحد جذور معادلة. لو قالك أحد جذور المعادلة بتحقق المعادلة أحد جذري المعادلة فكلهم معناها نفس الجملة، إن أنا ينفع أعوض مكان السين باتنين، لأن بدل أحد جذورها هيبقى بيحقق المعادلة. فخلاص شيل السين وحط مكانها اتنين. اتنين تربيع ناقص كاف في اتنين زائد 3 بيساوي صفر. يلا بقى ظبط لي المعادلة دي. 2 تربيع بكام؟ ب4 ناقص كاف في 2 ب2 كاف زائد 3 بيساوي صفر. 4 زائد 3، خلي بالك إن السالب ده بتاع الكاف، 4 زائد 3 7، وأديها الناحية التانية يبقى -2 كاف بيساوي -7. السالب ده بتاع الكاف، ف4 زائد 3 7، تروح الناحية التانية ب7. اقسم على -2، اقسم على -2، تطلع إن الكاف 7/2. يبقى الإجابة 7/2. الإجابة رقم ب. السؤال رقم 4 ده باين جدا ومهم بيتحل كتير. هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن إقليدس يا مستر. مثلث قائم فوق وتحت يبقى إقليدس. ألف د تربيع بيساوي د ب في د ج. ألف د اللي هي س زائد 2 الكل تربيع بيساوي د ب 9 في د ج 16. أضربهم وآخد الجذر عشان أشيل التربيع ده، فلما أضربهم وآخد الجذر عشان أشيل التربيع يبقى لك س زائد 2 بيساوي، طبعا أنا أقدر أحسبها بدماغي على طول، آخد جذر ال3 وآخد جذر ال16. جذر ال9 بكام؟ ب3، وجذر ال16 ب4، يبقى يطلع ب12. حلو. نودي بقى بعكس الإشارة، يبقى الس بتساوي 12 ناقص 2 ب10. يبقى هي دي الس اللي احنا عاوزين نجيبها. او انت اضربهم وخد الجذر. لما اضربهم واخد الجذر اقول 9 في 16 والناتج اللي يطلع اخد له الجذر، يبقى س زائد 2 بيساوي الرقم اللي هيطلع. اقليدس، خلي بالك من اقليدس مهمة جدا. السؤال رقم 5، إذا كان الفرق بين جذري المعادلة بيساوي صفر. الفرق ده ليه قانون مهم جدا جدا جدا، اوعى تنساه. عبارة عن ايه الفرق ده؟ قالك اسمه لام ناقص م يساوي موجب وسالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على الألف. ده قانون الفرق. الفرق ده طبعا هو مش مدرك قوي، مش بيتكرر كتير في الامتحان، بس خلي بالك منه والنبي. انت عندك تكرار قوانين: مجموع سالب ب على الألف، ضرب ج على الألف، والطرح اهو. زود لك القانون ده عندك واحفظه: موجب وسالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على ألف، مش 2 ألف. هو قايل لك إن الفرق ده بيساوي صفر. ماشي، هجيب الفرق. موجب وسالب ده كده كده ملوش لازمة هنا، أقول له جذر ب تربيع، أشيل الب وأحط مكانها 12. 12 تربيع يبقى 144 ناقص 4 في الألف اللي هي 4
في الجيم اللي هي ألف على الألف اللي هي 4، وقال لك إن الفرق بيساوي صفر، يعني ده كله بيساوي صفر. اعمل مقص الجميل يلا. يبقى لك جاز 144 ناقص 4 في 4 بستاشر ألف بيساوي 4 في صفر بصفر. عشان أشيل التربيع أو عشان أشيل الجذر أربع الناحيتين، التربيع هيروح مع الجذر، يبقى لك 144 ناقص 16 ألف بيساوي صفر. وأدي الناحية التانية يبقى سالب 16 ألف بيساوي سالب 144، واقسم على سالب 16 اقسم على سالب 16 تطلع إن الألف قيمتها بتسعة، وهي دي قيمة الألف. طبعا في قانون تاني من قوانين المتطابقة، ماشي، اللي هو عبارة عن لام ناقص م من كل تربيع عبارة عن لام زائد م من كل تربيع ناقص 4 لام م. في ناس حافظة ده صح برضه، بس الأسهل اللي احنا حطيناه قدامك دلوقتي. إذا كان جذر 3 قاتا سيتا بيساوي سالب 2 حيث سيتا أصغر زاوية موجبة، عاوز أعرف السيتا بكام. طبعا الأول هقسم على جذر 3 فتبقى قاتا سيتا بتساوي سالب 2 على جذر 3. يقوم واحد قال لي يا أستاذ احنا ما عندناش حاجة اسمها قطع على الآلة الحاسبة، ولا عندي قا ولا عندي زتا ولا الكلام ده، فأنا هجيب مقلوبتها، القاتا مقلوبتها جاي، فتبقى سالب جذر 3 على 2. يلا هنعمل شيفت ايه؟ شيفت ساين جذر 3 على 2 تطلع معاك ب60، سيتا ب60. قلت له يا استاذ بس انا انت نسيتك، وانا شايفك كنت بتقول كده نسيت تكتب السالب. لا السالب ما بيتكتبش، ولكن السالب ده له قصه لوحده. يعني ايه؟ انا عاوز اعرف الجا سالبه فين وفين. طبعا احنا حافظين كل جبار ظالم جاتو ده يتاخده، بس خلينا في دول. الكل يعني الربع الاولاني كل موجب، جبار يعني الجا موجب في الربع التاني والمقلوبه بتاعتها اللي هي قطع. الربع التالت الظا والظاتا هي اللي موجب، الربع الرابع الجتا والقا هما اللي موجب. فهي الجايه موجبه في الربع الاول والتاني، يبقى سالبه فين وفين؟ في التالت والرابع. طب انا هشتغل على التالت ولا على الرابع؟ المفروض تشتغل على الاثنين، بس هو قال لك انها ايه؟ اصغر زاويه موجبه، يبقى انا هشتغل على الصغيره اللي هي التالت، فشغلك هيبقى على الربع التالت. فاقول له 180 زائد سيتا، يبقى 180 زائد 60 يطلع ب 240، يطلع الناتج ب 240. ممكن واحد بقى ابن حلال ولا واحده بنت حلال متعملش كل العك اللي انا عملته ده اصلا، امال يعمل ايه؟ يقول يا مستر انا هجرب الاختيارات، صح؟ اه والله صح. المهم انت من هنا جبت القاطع فطلعت بسالب ج 2 على جذر 3، هجيب منها الجا، يبقى الجا سيتا بتساوي سالب جذر 3 على 2، واقعد اجرب الاختيارات اللي طلع لك الناتج هي دي. بس خلي بك عارف لو في مسألتين او في حاجتين طلعوا نفس الناتج، يعني لو دي طلعت ودي طلعت، لا اخد ال 240 عشان الاصغر زاوية. السؤال اللي بعده، ما نسينا حاجة؟ لا ما نسيناش حاجة. السؤال اللي بعده طبعا ده منصف داخلي. يلا بقى في المنصف الداخلي بنبدأ ازاي؟ عندك منصف داخلي، استنى ما ندرس بتاع ايوه انا مش عارف انت قاعد مستنيني ليه، بس انا بعد الماء. ده منصف داخلي، فالمنصف الداخلي ده عشان هو جوه المثلث فبنسميه منصف داخلي. بنبدأ من راس المثلث اقول له أ ب على أ ج بيساوي ب د على د ج، أ ب على أ ج بيساوي ب د على د ج. احفظ الشكل اللي انا رسمته لك قدامك ده. بعد كده نعوض تعويض مباشر، يلا الألف ب ب4 على الألف ج ب8 يساوي الب د ما نعرفش بكام، بس احنا ممكن نفرضه س. والناحية التانية 9 ناقص س، محدش يقول لي 9 زائد س أو س زائد 9 أو س ناقص 9، ما ينفعش والله، هي لازم تكون 9 ناقص س. عشان في ناس بتستسهل وتحطها بمزاج، لأ هي 9 ناقص س، ما ينفعش العكس، ما ينفعش. الب د بس، ده الجيم ب9 ناقص س. يلا مقصك الجميل، يلا 8 في س ب8 س، 4 في 9 ب36 ناقص 4 في س ب4 س، جمع السنات مع بعض تبقى 8 س زائد 4 س بيساوي 36. 8 س و4 س 12 س بيساوي 36، اقسم على 12 اقسم على 12 تطلع ان السين ب3. السين اللي هي ب3 اللي هي هي السين اللي انت قريتها ده ايه؟ دي ب3، يبقى الدال جيم بكام؟ ب6. عشان في ناس بتستعجل بتقول يا استاذ ب3 يبقى الإجابة ب3، لا انت فرض الب د هي اللي بسين، يبقى الناحية التانية هي ب9 ناقص س، انت جبت س ب3 يبقى 9 ناقص 3 يطلع ب6، يبقى الجيم د ب6 سم. اللي بعدها طبعا هنا برضو بنبسط، عاوزين نعرف السين في صاد بكام، عاوزين نعرف الجزء الحقيقي بكام والتخيلي بكام. طبعا 6 ت أس 20، طبعا 20 دي بتقبل الاسم على 4 فدايما ب1، يبقى كده الحقيقي ب6.
تعالى بقى للتخيل. 5 ت أس 17. ال17 دي ما تنفعش تتقسم على التلاتة، فاطرح من ما ينفعش تتقسم على الأربعة، آسف. فاطرح أول رقم قبلها من مضاعفات الأربعة، اللي قبلها على طول ال16، فتبقى 5 ت أس 1 اللي هي 5 ت. كده الحقيقي ب6 والتخيلي ب5. هو عاوز منك س في ص، فأقول له س في ص بيساوي 6 في 5. 6 في 5 بكام؟ ها، 30. شاطر. يبقى كده اتكلم معايا. السؤال رقم 8 احنا حلنا حالا أهو، سيبك منه. السؤال رقم 9 بتاع القبض، لأ ده ملغي. ملغي. السؤال رقم 10 بيقول ايه؟ ج د بينصف، مديك ب ج اللي تحت دي ب6، الج أ دي كلها ب9، عاوز يعرف الدال ه على ب ج، عاوز يعرف النسبة دي. الأول لو أنت خدت بالك، استنى أكبر لك الدنيا شوية عشان تشوف، عشان عارف أنت إيه يعني، نظرك على الله زي حالاتي كده. ده منصف داخلي اللي هو الجيم د، فخلاص ابدأ بالمنصف الداخلي. جيم د ده بينصف، فأقدر أقول له ج ب على ج أ. فأنا بحب أبدأ من راس أهو، ج أ على ج ب على ج أ بيساوي ب د على د أ. ب د على د أ. طب ما هو ج ب عندك ب6 وج أ ب9. 6 على 9 دي لما تبسطها بالآلة، أبسطها شوية أقسم على التلاتة تطلع ب2 على التلاتة. المهم رجع بقى الإيه المسألة لأصلها تاني. أنا خلاص خلصت المنصف، شخبط بقى المنصف وتعالى نشوف الحتة التانية. طب ما إيه رأيك نعمل التوازي؟ التوازي اللي هو إيه؟ التوازي اللي هو تشابه. لو عاوز تعمل تشابه اعمل تشابه، عاوز تعمل أجزاء متناسبة اعمل، بس خلينا في التشابه. المثلث أ د ه بيشابه المثلث أ ب ج. طبعا مش محتاج أقول لك ليه بقى، الدال قد الب واله قد الجيم فوق الألف مشتركة، خلاص أنت اتعودت عليها كتير. يبقى المثلث أ د ه بيشابه المثلث أ ب ج. ركب بقى التناسب فوق بعضه يلا. هقول أ د على أ ب بيساوي الدال ه على الب ج بيساوي الألف ه على أ ج. يلا نعوض. أ د مش عندي وأ ب مش عندي، الدال ه على ب ج اللي هو عاوزها بيساوي أ ه على أ ج. كل دول احنا جبنا من شوية واحنا بنحل في المسألة، جبنا إن الجيم ب اللي هو كان مديلك ب6 على الجيم أ، جيم أ اللي هي ب9، ثبتنا إنها بتساوي الب د على الدال أ اللي هو أصلا مديلك هنا. يعني الب أ دي أنا أقدر أقول الب د دي نسبتها ب2 والدال أ نسبتها بكام؟ ب3. فاحنا ممكن نستخدمها في الحتة اللي هناك دي. فخلاص يا أستاذ هنشيل بقى هناك نعوض أو نسويها. الألف د ب3 على الألف ب كل دي اللي هي ب5، فتطلع إن الدال هي على البي ج اللي هو محتاجها برضه بتساوي 3/5، يبقى النسبة بتاعتك 3/5. السؤال رقم 11 متعود عليها أنت بقى، إذا كانت 3 وناقص -5 خلاص إحنا اتعودنا عليها وقلنا عليها 3000 مرة. لو معاك جذرين تعمل فيهم الجذرين، نجمعهم مرة ونضربهم مرة. هقول له 3 زائد -5 بيساوي -ب على أ. الألف هنا بكام؟ ب1. خلاص يبقى -ب على 1. 3 زائد -5 دي ب2 بيساوي -ب على 1. الواحد هيروح يعني السالب يروح مع السالب يبقى الب ب2. نضربهم، أقول 3 في -5 بيساوي ج على أ. ج على أ، ف3 في -5 ب-15 بيساوي ج على أ اللي هي ج، يبقى الج بكام؟ ب-15. هو عاوز منك ب في ج، ب في ج اضرب يلا الب ب2 في الج اللي هي -15، يطلع معاك -30. هو ده الناتج اللي هو محتاجه في المسألة. فتعود بقى معاك جذرين تجمعهم مرة وتضربهم مرة. السؤال اللي بعده عاوز طول القوس. ماشي، احنا حفظنا دي سيتا دائري ودي لام ودي نق. طول القوس اللي هو اللام بيساوي سيتا دائري في نق، بضرب الاتنين اللي تحت دول، سيتا دائري في نق. سيتا دائري دي اللي هي القياس الدائري. اللام بيساوي، خلي بالك ان هو مديك زاوية محيطية ومدالك ب60، يعني مديك بلوتين 2. لا انا ما بتعاملش مع كده، الاول محيطية ب30 يبقى المركزية ب60. انا لازم احولها، فاحولها اضربها في كام على كام؟ في باي على 180. تطلع معاك باي على 3 بالآلة الحاسبة. طبعا الباي بتتكتب على الآلة الحاسبة اسمها شيفت علامة الإي اللي تحت اللي هي في 10 تحت كده هتلاقي جنب العلامة ال20. يبقى باي على 3، روح عوض بقى هناك، يبقى باي على 3 في النق 6. هضرب دول يطلع معاك بالآلة الحاسبة 2 باي، يبقى الإجابة بتاعتك 2 باي. ماشي. السؤال رقم 13 وترين داخل دايرة.
ايه ده يا مستر وترين داخل؟ بص يا حبيبي، عشان الناس بتتلخبط بين الضرب والاسم. كل المسائل بلا استثناء اسمها ما عدا اللي فيها دايرة. اللي دايرة كلها ضرب. يبقى كل المسائل بلا استثناء اسمها ماشي، ما عدا مين؟ الدايرة. الدايرة بتبقى كلها ضرب، سواء الحالة الأولى أو التانية أو التالتة. دي وترين داخل دايرة، فبنقول جزء في جزء. يعني هنقول ه ألف في ه ب بيساوي ه ج في ه د. يلا نعوض يلا. اله ألف بس ناقص واحد، س ناقص واحد في قوس كده عشان ما نتلخبطش. في اله ب اللي هي 5 بيساوي ه ج اللي هي 10 في ه د اللي هي 4. اضرب يلا الاتنين دول في بعض. س في 5 ب5 س ناقص واحد في 5 ب5 سواء 10 في 4 ب40. ودي الناحية التانية يبقى 5 س بيساوي 40 زائد 5 ب45. اقسم على 5 اقسم على 5 يطلع إن الس ب9. هو عاوز منك الس تبقى الس ب9. ماشي. السؤال اللي بعده يلا. إذا كان جا سيتا زائد جاتا 180 ناقص 2 سيتا، حيث السيتا من 0 ل45 عاوز جا 2 سيتا. بص بقى معايا. أول حاجة جا سيتا زي ما هي زائد 180 دي ما بتغيرش، فتفضل زي ما هي جاتا سيتا. بس عندك معلومة بس، 180 ناقص سيتا أو 180 ناقص 2 سيتا موجودة في الربع الكام؟ في الربع التاني. في الربع التاني الجاتا في الربع التاني مالها سالبة. لسه شرحناها من شوية، قلنا اللي في الربع التاني الجا هي اللي موجب، جاتا سالب. يبقى دي سالب. نمسح بقى كده ونحط هنا السالب. يا ابني بتكتب ايه؟ كل شوية تظهر ليه؟ سالب جاتا 2 سيتا. كل ده بيساوي صفر. تقول له بعد كده أودي دي بعكس الإشارة، يبقى جا سيتا بيساوي جاتا 2 سيتا. دي بقى اللي حضرتك متعود عليها من أول السنة، هو ده الشكل. ولكن كان قبل كده مش متعود عليه. يبقى الجا بتساوي الجتا أو الجا الظا بتساوي الزتا أو القا بتساوي القطا. قالك يبقى الزاويتين اللي هي دي ودي مجموعهم 90. المفروض ألفا زائد بيتا بيساوي 90 زائد 180 360 نون. بس خلاص بقى، يعني ايه، احنا محتاجين الزاوية وخلاص. يبقى 3 سيتا بيساوي 90، اقسم على 3 تطلع ان السيتا ب30. كده انت جبت السيتا ب30. هو عاوز منك جا 2 سيتا، يبقى 2 في السيتا اللي هي 30. اقول له جا 60. جا 60 هتعملها على الآلة تطلع جا زي 3 على 2. ماشي. فخليك عيل لماح كده. اصلا المسألة كلها ما تستاهلش كل الرغي ده. مش هو قالك ان السيتا من 0 ل45؟ بالحب كده اكيد 30 يعني. انت كل الزوايا اللي بتشوفها لا اما 30 لا اما 45 لا اما 9. هو قالك من 0 ل45 يبقى اكيد 30، وتعوض مكان السيتا ب30. السؤال رقم 15. إذا كان جذران المعادلة مركبان وغير حقيقيان. طبعا مركبان وغير حقيقيان يبقى المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. الله ينور عليك يا ابني، يلا ردت عليا. أما المهزأ اللي ما ردش عليا ده ملناش دعوة بيه. طبعا الألف ب1، الب بسالب 2، الج بكام؟ يلا عوض يلا. شيل الب وحط مكانها سالب 2. سالب 2 تربيع ب4 ناقص 4 في الألف اللي هي 1 في الجيم اللي هي كام؟ أصغر من الصفر. يبقى 4 ناقص 4 في 1 في كام؟ ب4 كام؟ أصغر من الصفر. وأدي دي الناحية التانية يبقى -4 كاف أصغر من -4. اقسم على -4. اقسم على -4 تبقى الكاف دي أصغر، تبقى أكبر من دي. هتروح وسالب 4 على -4 فالواحد، يبقى الكاف أكبر من 1. المسألة دي مهما نشرحها ونقول عليها مهمة والله في عيال بتغلط فيها برضه. لأن هو زي الحمار بيقوم طارح دول 4 ناقص 4 بصفر. مفيش أصلا في الاختيارات صفر. أو ينسى غير العلامة، لما يقسم على سالب ينسى غير العلامة. يا ابني ركز بقى يا ابني، ما تشيلنيش بقى عشان أنا تعبت منكم والله. المهم المسألة اللي بعدها مديك اله د ب4 والب ج ب9، يبقى النسبة بتاعتك 4 ل 9. ماشي يا مستر، ماشي يلا. يبقى النسبة بتاعتك 4 ل 9. هو بيتكلم على مساحات، يبقى الربع. ربع على 4 ب16. ربع، في ناس بتربع على 4 ب8. دول ما عدوش على رياضة أصلا، دول خسارة فيهم الأكل والشرب. 4 تربيعها ب16 و9 تربيعها ب81. يبقى النسبة بين المثلث الصغير والمثلث الكبير 16 إلى 81. يبقى المثلث أ د ه طبعا مساحة على مساحة المثلث أ ب ج نسبة 16 إلى 81. بس هو مش عاوز في الاختيارات كده، هو عاوز إيه؟
المثلث الصغير اللي هو ب16 على شبه المنحرف. انت بقى جايب المثلث الكبير كله ب81 والصغير ب16، طب ما اطرحهم من بعض. لو طرحتهم من بعض هيديك شبه المنحرف اللي في النص. فلما اطرح 81 ناقص 16 يطلع ب65. يبقى 16 على 65 الإجابة رقم د. ماشي. اللي بعد عاوز اجيب الألف د، دي تتحل بالتشابه، تتحل بالتناسب، تتحل بتليس، تحل بكل اللي انت عاوزه. انا هحل بأسهل حاجة تناسب. هاخد جزء على كل، أقول ألف د على ألف ب بيساوي جزء على كل ج ه على ج ب. جزء على كل بيساوي جزء على كل. طب لاحظ جت جزء على جزء وجزء على جزء، صح. في ناس بقى بتعملها ضرب، لا انا قلت لك من شويه اوعى تتلخبط، كل المسائل بلا استثناء اسم ما عدا اللي فيها دايره. يلا الالف ده اللي احنا محتاجين نجيبها على الالف ب اللي هي 15 بيساوي الجيم هي اللي هي 2 على الجيم ب كلها اللي هي ب5. نعمل بقى مقص، يبقى الالف د بيساوي 2 في 15 على 5. تطلع 15 على 5 فيها 3، 2 في 3 ب6، يطلع الناتج ب6. السؤال رقم 18. طبعا هنا برضو ده منصف، بس منصف خارجي، في ناس بتتلخبط فيه كتير قوي. بس ما ايه، ركز معايا تاني كده، شوف انا هشرحها ازاي. الاول يا باشمهندس ده المنصف اللي هو عليه علامة التنصيف اللي انا عامله لك بالاصفر ده، ده المنصف. فانت اول حاجة تعملها قبل ما تحل السؤال تقوم عامل دايرة على المنصف ده. وفين المثلث؟ المثلث اللي الناحية التانية، المنصف بيبقى ناحية الشمال مثلا يبقى المثلث ناحية اليمين، لو المنصف ناحية اليمين يبقى المثلث ناحية الشمال. انا ببدأ بالمثلث اللي هو الالف ب ج، اقول له الف ب على الف ج. انت بدأت من ناحية الب، فاخد الب لحد الدال لان انت عامل عليه دايرة ده، واخد الجيم لحد الدال. يبقى مرة الب مع الدال ومرة الجيم مع الدال، يعني الدال لازم تكون مكتوبة فوق اهي وتحت، لازم تكون فوق وتحت. لما تعوض بقى هتلاقي المسألة خلصت ان شاء الله. يلا عوض يلا. الالف ب ب3 على الالف ج ب2 بيساوي الب د كل دي ب12 على الجيم د اللي هو عاوز يجيبها. فالجيم د هتساوي 2 في 12 على 3، 12 على 3 فال 4، 2 في 4 ب8، يبقى الناتج ب8. ببدأ من مثلث، مرة باخد الب لحد الدال ومرة باخد الجيم لحد الدال، اوعى تنساها. السؤال رقم 19 قال لك إذا كان أحد جذري المعادلة معكوس جمعي. لما يقول لك معكوس جمعي بستفاد إن الب بتساوي صفر، يعني الرقم اللي في النص أساوي بصفر اللي هو ك تربيع ناقص 6 ك زائد 9 بيساوي صفر. أحلل بقى عشان أجيب كابة الكاف، كاف وكاف. التسعة كام في كام مجموعهم 6، 3 في 3 سالب وسالب في موجب بسالب، أو الموجب الاتنين هياخدوا الشرط الأوسط، يبقى الكاف تطلع ب3، يبقى الكاف ب3. ماشي يا مستر. السؤال اللي بعده، استنى أنا همسح ده بقى عشان السؤال اللي بعده هياخد مننا شوية حاجات كتير. إذا كان الضلع النهائي الزاوية في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة، مفيش عارف في الكلام ده. المهم دايرة وحدة يبقى س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 1، السين بسين يبقى س تربيع زي ما هي، والصاد ب4 على 5 يبقى تربيع بيساوي 1، يبقى س تربيع زائد أربع دي تبقى 16 على 25 بيساوي 1، ودي بعكس الإشارة يبقى 1 ناقص 16 على 25. لما تطرحهم وتاخد الجذر يطلع كام؟ 9 على 25. 9 على 25 اخد الجذر يطلع موجب وسالب 3 على 5. هناخد الموجب ولا السالب؟ هناخد السالب عشان الأصغر من الصفر، يبقى النقطة بتاعتك هتبقى، هناخد السالب، سالب 3 على 5 و4 على 5. هو عاوز قطا 90 ناقص سيتا. تعالى بقى للعك. القطا أو ال90 بتعمل إيه؟ بتغير. دي قطا تبقى اسمها قا سيتا، و90 ناقص سيتا في الربع الأول القطا هناك، أو القا كله موجب أصلا. القطا دي ما بعرفش أجيبها بس أقدر أجيب مقلوبتها. ثم القا مقلوبتها مين؟ القا مقلوبتها جتا، فأنا لو جبت الجتا أقدر أشقلبها. طبعا أنت عارف إن دي جتا ودي جتا، فخلاص القا مقلوبتها مين؟ 1 على جتا. خلاص يا مستر، الجتا بسالب 3 على 5 لما أشقلبها تبقى سالب 5 على 3، يبقى سالب 5 على 3 اللي هي الإجابة رقم 1. أنت عارف هعلمك حتة كده بيني وبينك. ها، عارف العك اللي أنا عملته في الأول اللي أنا مسحته ده؟ أقسم بالله واحد ابن حلال يعرف يجيبه من غير ما يعمل أي حاجة. مش هي عبارة عن س و4 على 5؟ مش أنت عارف إن المثلث القائم ده
لو ده ب4 مثلا وده ب5 ده لازم يكون بكام؟ ب3. فلما اجي اقول لك انا 4 على 5 اكيد السين دي من غير ما افكر هي 3 على 5. ايه ده يا مستر جبتها منين دي؟ ما هي دي مجاور على وتر مثلا يبقى دي مقابل على وتر، لو او دي مقابل على وتر يبقى دي مجاور على وتر. ايه ده بس كده؟ هو قال لك اصغر من الصفر يبقى بالسالب، من غير بقى دايره الوحده س تربيع زائد ص تربيع. ما انت تبقى لماح بقى، ما انت حافظ فيثاغورس اصلا. بس دي للناس اللي بتفهم، يعني الناس اللي هي على الله تعمل الحل الطبيعي اللي انا عملته من شويه. اللي بعد برضه تاليسة اجزاء متناسبه عشان في تناسب، فاقدر اقول له خلاص جزء على جزء. هاخد ا ب مثلا على الناحيه التانيه ده ه، فيبقى 6 على س زائد 1 بيساوي ب ج اللي هي 10 على الجزء الناحيه التانيه ه واو اللي هي 2 س. وعلى فكره لو خدت ا ب على ب ج وخدت د ه على ه واو هو نفس الحاجه. اعمل مقص يلا، 6 في 2 ب12 س بيساوي الناحيه التانيه 10 في س ب10 س زائد 10 في 1 ب10. جمع السينات مع بعض يبقى 12 س ناقص 10 س بيساوي 10. 12 س ناقص 10 س ب2 س بيساوي 10. على الاتنين على الاتنين تطلع إن السين بتساوي 5. هو عاوز السين. هانت 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 متزهقش هانت. ده بقى أهو ممس أهو، لسه قايلك إيه؟ اسم ولا ضرب؟ ها، اسم ولا ضرب؟ قول. حيوان. حيوان اللي قال اسم. لا إحنا قلنا أي دايرة بتبقى ضرب. هنسمي دي س ونسمي دي س اللي هي نص القطر يعني. يلا ده مماس، أقول له أ ب تربيع بيساوي جزء في كل. جزء أ ج في كل أ د. يلا عوض يلا، أ ب ب8 8 تربيع ب64. أ ج ب4 في الألف د. قول لي الألف د بكام؟ ها؟ هنسمع عك بقى، كمية عك توجع البطن أقسم بالله. ها؟ قول. أيوه. عك 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 براحتك يا باشا، خد فرصتك. ألف د هي عبارة عن 4 زائد س زائد س اللي هي عبارة عن 2 س زائد 4. السين بتتجمع مع السين يالا، ما بجمعش معاهم الأربعة. الأربعة ده حد مطلق ما ينفعش يتجمع مع السين أصلا. يبقى س وس ب2 س 2 س زائد 4 ده الكلام الصح، أو 4 زائد 2 س برضه صح. اضرب بقى الأربعة جوه، 4 في 2 ب8 س زائد 4 في 4 ب16 بيساوي 64. وأدي الناحية التانية يبقى 8 س بيساوي 64 ناقص 16 يطلع ب48. اقسم على التمانية، اقسم على التمانية وشوف السين تطلع بكام. 48 على التمانية فيها الستة، ستة. ستة. يبقى النق بيساوي 6 اللي هي السين. ما انت فارض السين دي اللي هي نص القطر. هو عاوز مساحة الدايرة. مساحة الدايرة ايه؟ باي نق تربيع. باي نق تربيع. الباي زي ما هي والنق انت جايبها ب6 6 تربيع. 6 تربيع ب36 يبقى الإجابة 36 باي اللي هي الإجابة رقم ألف. السؤال رقم 24 بيتكلم إن الدالة دي عاوز إشارتها غير موجبة. طبعا غير موجبة يعني قصده سالبة، وفي نفس الوقت معاها الصفر برضه. هساوي الدالة دي بصفر عشان إشارة الدالة بنساوي الدالة بصفر. يبقى -2 س دي موجب 4 وأديها الناحية التانية -4. اقسم على -2 اقسم على -2 تطلع إن السين ب2 أهو. حط 2 مثل وعكس. السين إشارتها إيه؟ سالب أهي. هنا سالب وهنا موجب. هو عاوز منك إيه في السؤال؟ عاوز منك غير موجبة، فاحنا قلنا غير موجبة معناها سالبة وصفر. فين بقى السالبة؟ أهي الجزء ده اللي هو السين أكبر من الاتنين. طب أنا عاوز الصفر يبقى معنى اللي يساوي. لأن أنا بقول لك إيه؟ عاوز منك الغير موجبة، فالغير موجبة تشمل حاجتين سالبة ومعاها الصفر. فسالبة اللي هي من 2 لما لا نهاية ومعاها الصفر كمان، يبقى أكبر من أو يساوي الاتنين اللي هي جايبة رقم د. دايرة برضو اتكررت كتير في الامتحان ده. دول وترين خارج دايرة فبنقول جزء في كل. يلا هنقول جزء اللي هو مثلا ج ب في ج أ. ج ب في ج أ بيساوي الناحية التانية ج د في ج ه. ج د في ج ه. يلا عوض يلا. الج ب بس في الج أ س و3 س يبقى 4 س. ج أ كلها س و3 س يبقى 4 س بنجمع. الجيم د ب8 في الجيم ه. والنبي ركز بقى. الجيم ه عبارة عن 8 زائد س زائد 4. هجمع الأرقام اللي شبه بعضها. 8 و4 12 يبقى س زائد 12. حلو. حلو. راجعها مع نفسك كده وظبطها يعني. س في 4 س بكام؟ ب4 س تربيع، لأن ده ضرب.
8 في س ب8 س زائد 8 في 12 بكام؟ 8 في 12 دي 8 في 12 يطلع ب96. دخل دول الناحية التانية عشان أبدأ أحلل وأجيب قيمة الس. 4 س تربيع ناقص 8 س ناقص 96. أنا وديت كله بعكس الإشارة، ماشي. بعد كده ممكن نقسم كله على 4. لما أقسم ده على 4 وأقسم ده على 4 وأقسم ده على 4. استنى همسح الكلام اللي على الشمال ده اللي حد عاوزه. يلا نقسم على 4 تبقى س تربيع ناقص 8 س على 4 فيها الاتنين س و96 على 4 فيها 24. وأبدأ أحلل بقى. س في س وال24 كام في كام؟ 4 في 6. 4 في 6 طرحهم 2. سالب وسالب في سالب يدي موجب. يطلع إن السين من هنا ب6 وتطلع من هنا بسالب 4. طبعا سالب 4 ده مرفوض، يبقى السين ب6. ماشي. خلي بالك من المسائل دي، مسائل سهلة ومباشرة ومهمة، والله مهمة جدا. السؤال رقم 26 قالك إذا كانت الدالة دالة س بتساوي أ ج ب مداها. طبعا مداها اللي هو سالب أ وأ، فكده الألف قيمتها بكام؟ لا إما موجب 4 لا إما سالب 4. تقول لي ليه يا مستر؟ أصلها لو موجب 4 تطلع ب4 ولو سالب 4 تطلع بسالب 4. إذا يعني الألف كده بموجب وسالب 4. طب تعالى نجيب بقى الب. الدورة لها قانون اسمه 2 باي على مقياس الب. هو قالك إنها باي على الاتنين، خلاص باي على الاتنين. نعمل إيه؟ الباي دي تروح مع الباي دي. حلو. اعمل مقص يبقى مقياس الب بيساوي 2 في 2 ب4. هو عاوز منك ألف على ب، لما نقسمهم على بعض يطلع بإيه؟ بموجب وسالب. لأن أصلا الألف طلع بموجب وسالب يبقى الإجابة أكيد 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 بموجب وسالب. مش بالك بقى، خليك لماح كده، المح بقى الإجابات على طول بقى، متبقاش على الحمار كده. أنا آسف إن أنا بهزقك بس ده حقيقي. المعادلة التربيعية التي جذرية أهو. ها هنكونها إزاي؟ نجمع حمار. ما واحد حمار بقى لو ما قالهاش يبقى ادفن نفسك يلا، ادفن نفسك يلا. واضربهم مرة. إذا بنجمعهم مرة أهو والله. اجمع هتلاقي دي راحت مع دي عشان ده جمع، واتنين واتنين 4. الضرب لا إما أضربهم بالآلة لا إما أنا هضربهم بدماغي. الأول في الأول عشان ضم مترافقان. 2 في 2 ب4 ناقص عشان موجب في سالب بسالب. جذر 3 بجذر 3 ب3 يطلع معانا ب1. كون المعادلة بقى س تربيع ناقص مجموع الجذرين اللي هو الأربعة س زائد حاصل ضرب الجذرين اللي هو 1 يساوي 0. يبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 1 للإجابة رقم ج. لو أنت عندك مشكلة في الدرس ده أهو هتلاقيني شرح الجبر كله في فيديو عندك راجع يعني. وهتلاقيني شرح الهندسة برضه. فاقعد كده واستهدى بالله كده لو أنت عندك مشكلة في الدروس أصلا اتفرج عليهم وهتستفاد بإذن الله. السؤالين الأخرين في الامتحان عشان نبقى خلصنا منه. أول سؤال طبعا عين الإشارة عاوز يعرف فيه. المهم 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15. قدامك حلين، لا إما أحلها بالآلة الحاسبة وأشغل خلاص، أو أضرب يعني أحللها مقدار ثلاثي غير بسيط. أضرب الرقم الأولاني في الرقم الأخير. س تربيع ماشي س تربيع زائد 7 س ناقص 2 في 15 ب30. أنا بعمل الحركة دي من إعدادي عشان ثلاثي من مقدار ثلاثي بس غير بسيط، مقدار ثلاثي بسيط، وأبدأ أحلله أهو. السين تربيع س في س، ال30 كام في كام؟ طرحهم 7. 3 في 10. موجب وموجب في سالب بسالب. أطلع السين من هنا تطلع بسالب 10 وأطلع السين من هنا تطلع ب3. بس ما تنساش بالله عليك نقسم على الاتنين تاني.